فيلم كامل دقيقه ونص وفيلم كامل دقيقتين في دقيقه واحده بضغطه زرار واحد، زي ما انت شايف الفيلم ده. هكمله معاك في النهايه، بس اوريك الاول عملناه ازاي. الاول كنا بنعمل على اي موقع ذكاء اصطناعي شرحناه قبل كده، كنا بنعمل 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانيه ونجمعهم علشان نعمل ايه، نعمل مشهد كبير. النهارده عملنا فيلم كامل بالموقع ده بتكه زرار واحده حرفيا وبرومت واحد. العجيب انك مش محتاج كمان تجمعهم على اي برنامج مونتاج، علشان هنا البرنامج ده بيجمعهم لك ويطلع لك فيلم كامل. يلا بينا نشوف البرنامج الاسطوره ده ونشرحه مع بعض. هو بسيط جدا وخطواته اسهل من اللي شرحناهم قبل كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنفتح جوجل كروم وهنعمل بيست لللينك ده في السيرش، انتر، وجهنا على طول هو لواجهه البرنامج. اول حاجه طبعا هنعمل حساب، هنضغط على زرار ساين ان اللي فوق ده، هيفتح لنا الواجهه دي. احنا هنختار اسهل طريقه واللي هي كونتينيوس جوجل. هيفتح لنا صفحه اختيار الحساب، هتختار الحساب اللي انت عاوزه. انا هختار مثلا الحساب ده، تضغط كونتينيو. كده احنا عملنا حساب والموقع بالفعل ادانا 100 كريدت اهم. وفي اخر الفيديو هقول لك ازاي تاخد كريدت بدون ليميت، او ازاي الكريدت بتاعك ما يخلص. الموقع استخدامه بسيط جدا، انت بتكتب اللي انت عايزه في المربع ده عربي او انجليزي، القصه اللي انت عايزها كلها، وبعدين بتضغط جنريت، وبعد كده بتمشي مع الخطوات اللي هتشوفها سهله جدا هتشوفها دلوقتي. اول حاجه طبعا هتكتب اللي انت عايزه، فانا علشان دايما بستخدم الشات جي بي تي وبيريحني بصراحه في اي برومت بعوزه. انا دلوقتي هروح شات جي بي تي، هجيب البرومت ده انا كاتبه من 9 مشاهد، هسيبه لك برده في الديسكربشن. بس الاول شوف القصه اللي هو هيطلعها، خليها مفاجاه. عجبتك القصه هتلاقي البرومت مستنيك. البرومت ده باختصار لفيلم مدته دقيقه وي، هو 9 مشاهد يعني هيعدي الدقيقه كمان. والجميل في الموقع ده بقى، كل المواقع اللي شرحناها قبل كده كان بيعمل مثلا 15 ثانيه 20 ثانيه 10 ثواني 5 ثواني، ده هيعمل لك دقيقه وي على بعض. بس الاول خلينا في البرومت بتاع الفيلم ده. انا هاخده كوبي، هروح للموقع بتاعنا، وفي المربع بتاعنا ده هنعمل بيست للبرومت بتاعنا ونضغط ارسال. الموقع بقى فيه شيء جميل جدا، هو بياخد منك البرومت ومش بينفذه، ده هو بيعمل لك خطه بيه. فهو دلوقتي بدا يعمل لك الخطه بتاعته زي ما يكون بيكتب لك برومت هو خاص بيه بناء على اللي انت كاتبه له. وعلى فكره ينفع تكتب له عربي او انجليزي عادي. هو هنا الموقع بيسالك شويه اسئله خاصه بالبرومت اللي انت بعته له، علشان بيستفهم منك شويه حاجات علشان يعمل لك الستايل اللي انت محتاجه بالظبط او اللي هو شايفه لك كويس. انا دلوقتي هحوله عربي الاول علشان نفهم مع بعض ونقراهم مع بعض. هو هنا حل لنا القصه بتاعتنا وبيقترح عليك كمان اسلوب مناسب ليها، بيديلك 3 اساليب هم، بيقول لك الاسلوب المناسب كذا وكذا وكذا، وبيقول لك ليه ده الاسلوب المناسب ليك. هو هنا بيسالني سؤالين مهمين جدا. اول حاجه بيقول لي ايه النمط اللي انت محتاجه في الفيديو، عايز يبقى طبيعي مثلا واقعي ولا عايز يبقى شيء معين. انا هنا هقول له انا محتاج الفيديو بتاعي يكون فيديو واقعي. تاني حاجه مهمه جدا برضو بيسالها لك، بيقول لك انت عاوز تثبت شخصيه معينه في الفيلم بتاعك ده. ايوه طبعا انا عايز اعمل شخصيه ثابته بتاعتي. بيقول لك عايز مرجعيه يعني للشخصيه بتاعتك. ايوه هقول له انا عايز محتاج شخصيه ثابته بتاعتي. طبعا انت ممكن تتلاشى كل ده ومتوافق على الايه، على حاجه وتبعت ارسال وخلاص عادي هيعمل لك الفيلم زي الفل. بس انت هنا بتدقق قوي علشان يطلع لك المشهد اللي انت عاوزه. كده خلصنا، هنضغط ارسال. بدأ بالفعل معانا خلاص. هو كده اخد منك الاسئله اللي هو محتاجها، فهو كده بدأ بالفعل. هنا هو عمل لي الشخصيه اللي انا محتاجها وبيسالني انت راضي عن الشخصيه دي ولا عايز تعديل معين. طبعا انت لو عايز اي تعديل بتكتبه، انا هنا عادي خالص، انا بوريك بس تشتغل ازاي على الموقع. فهنا هكتب له ايوه موافق، كمل على هذا النمط مثلا او على هذا الاسلوب، وبعدين اضغط ارسال. هو هنا هيبدأ يكمل. لو واخدين بالكم هو بيعمل مراحل الشغل هنا بالشكل ده. وزي ما انت شايف الموقع ده من جماله بيشتغل بطريقه الاي اي ورك فلو، بيحسسك ان هو بيعمل لك اوتوميشن كامل لوحده. يعني هنا هو عمل لك الصوره، لو تعمل زوم كده تلاحظ ان هو صمم لك الصوره بنانو بنانا، وبعدين بيبدا يكمل هو المشاهد بتاعته كلها ويعمل لها البرومت الخاص بيه. زي ما انتم شايفين هو هنا عمل 9 مشاهد، كل مشهد فيه بيستخدم هم ال8 اللي باقيين بعد ما عمل الصور بنانو بنانا، ال8 اللي باقيين بيستخدم فيهم صوره 2. الحركه هنا في شاشه الموقع سهله جدا. انت علشان تتنقل من مكان للتاني تضغط على بكره الماوس وتيجي من شمال او يمين زي ما انت عايز. علشان تعمل زوم بتعمل كنترول وتسكرول ببكره الماوس قدام او ورا بيعمل معاك زوم. شايف اوتو رن دي اللي انت لو ضغطت عليها دلوقتي انت كده بتقول له خلاص مشي دنيتك انت بقى، انا مش محتاج ان انا اقول لك حاجه، اشتغل مع نفسك. بس طبعا ده كان من الاول لان هو دلوقتي بالفعل شغال على الخطوات اللي احنا قلنا له عليها. حتى لو تلاحظ بص الماوس لما جه عليها غير مسموح. هنا الموقع خلصنا لك كل اللقطات وظهرها لنا هنا، وكمان ظهر لنا في المساحه دي كل واحده تحتها البرومت بتاعها. هنا نقدر نشغل كل لقطه لوحدها ونشوفها، بس انا عايز اجمع اللقطات كلها ونسمع الفيلم مع بعض. المفروض ان في الاخر الموقع بيضيف لك مربع هنا في جنب كده زي دول بس صغير شويه علشان يجمع لك فيه كل اللقطات. هو ما ضافهاش المره دي، احيانا بيحصل ايرور مثلا في حاجه زي دي عادي تضيفها انت بايديك. المربع ده اسمه ستيتش فيديوز. دلوقتي انا هنضيفه يدوي، هنزوم هنا كده وهنضغط على علامه بلس او زائد دي اللي خارجه من اخر فيديو، هيفتح لك القائمه دي هتختار منها فيديو تولز.
هيظهر لك 3 خيارات، دول اللي لازمك منها دلوقتي هي ستيتش فيديوز، هنضغط عليها كده انت خليته ضاف لك المربع اللي من خلاله بنضيف كل اللقطات كانك بتجمعها على موقع مونتاج. هتلاقي بشكل افتراضي هنا ضاف لك فيديو اهو، هتضغط علامه الناقص دي عشان تشيله، بعد كده ديسكونكت علشان نوصل فيديوهاتنا احنا بشكل يدوي. هنصغر الفيديو بتاعنا بالضغط على كنترول ونسكرول بالماوس لورا، هنضغط على بكره الماوس ونتحرك يمين علشان نظهر الفيديوهات كلها مره واحده تبقى قدامنا، وهصغرها برده شويه. هنسحب مربع الفيديوهات ده ونحطه فوق في النص هنا عشان يبقى قريب من كل الفيديوهات. هنوصل بقى علامه الزائد اللي خارجه من كل فيديو بالمربع ده. ادي اول فيديو، هعمل الثاني برده اهو، وادي الثاني، الثالث نفس الوضع. هضغط على الزائد شدها معايا، زي ما انت شايف هو ضاف لك دلوقتي ال9 لقطات بتوعك في المربع ده. هنصغر ونجيبه عندنا في مكانه في الاخر كده ونكبره مع بعض ونضغط رن. باين قوي هو بيعمل ايه، هو كده بيجمع لك كل اللقطات، بيشد الخيوط اهو علشان يطلع لك في الاخر فيديو واحد كامل. كده الموقع خلص معانا النتيجه النهائيه اهوت. تعال نكبر بقى ونتفرج على الفيديو. مشاعر جوه الفيديو حقيقيه، والله انا شايف فيلم. يا ولد يا ولد، اتعلم بقى، مش تسمع الفيديو وخلاص، اتعلم اللي بيحصل ده. غير اي حد. انتوا عارفين بقى النت في مصر يعني ما شاء الله عليه، فمعلش. شفت يا عم، يعني انت ممكن دلوقتي تظبط البرومت زي ما انت عايز تطلع فيلم بجد. عشان ننزل فيديو معانا بقى هنضغط على علامه الداونلود دي وهنضغط داونلود ويز ووتر مارك. هو طبعا ويز ووتر مارك لانه هينزل لك علامه مائيه لانه مجاني، بس عادي جدا هي بتبقى في جنب كده، انت ممكن تشيلها لو عايز. وانا كنت قلت لكم على طريقه تقدر تجيب بيها كريدتس بشكل غير محدود. الطريقه دي بكل بساطه انك تضغط على الزرار اللي عليه علامه الهديه ده، ارن كريدتس، وهنا هتلاقي الانفايت لينك بتاعك، لو بعته لاي حد وسجل من خلالك الموقع هيديلك 50 كريدت تاني مجاني. فتخيل بقى لو اخدت اللينك ده ونشرته على جروبات مثلا، كل حد هيسجل هتاخد انت 50 كريدت. بكده نكون عملنا فيلم اكتر من دقيقه ونص بتك زرار واحد زي ما وعدت. اشترك في القناه واستنى الحلقات اللي جايه عشان تشوف هندمج ازاي الاي اي بالمونتاج وهنطلع منه ايه. سلام.